هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان. رجعنا لكم لنكمل فقرات عطر الصباح ونحن ضمن الفقرة الحوارية. عقدت دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء الفائت بالتعاون مع منظمة شار جلسة حوارية لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام عبر تطبيق زوم. انضم العديد من صحفيي شمال وشرق سوريا للجلسة، وناقش الصحفيون بنود اللائحة التنفيذية للقانون والتي تربط بمعايير العمل الصحفي لتطوير الواقع الإعلامي والمبادئ العامة لمهنة الصحافة والحقوق والواجبات لصحفي شمال وشرق سوريا. سنتحاور اليوم مستمعي ومشاهدي راديو بوير اف ام حول قانون الإعلام الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإعلام في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وسيكون معي اليوم ضيفي في الاستوديو السيد بنجين سيدو الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر، وعبر الهاتف السيد عامر مراد الرئيس المشترك الأسبق لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ من عندك أستاذ عامر. ألو، صباح الخير. صباح النور. أبدأ من عندك أستاذ عامر، لماذا كل هذا الوقت الطويل في كتابة القانون أو قانون للإعلام؟ بالتأكيد أي قانون يحتاج إلى مدة طويلة لكتابته لكي يكون بالمستوى المطلوب يعني، ونحن فعلا أخذنا وقت طويل لكتابة القانون نفسه بغض النظر عن اللائحة التنفيذية يعني. نعم. القانون أخذ ما يقارب سنة ونصف من العمل حتى أنجز، وطبعا كانت هنالك مشاكل كثيرة منها خارجة عن إرادة اللجنة التي كانت تعمل على كتابة المسودة. ثم بعد المجلس العام بالمصادقة على القانون انتقلنا للعمل على اللائحة التنفيذية، وأيضا تعرضنا لبعض الأمور اللوجستية المتعلقة بمنظمة شارع لإدارة جلسات كتابة القانون ثم كتابة اللائحة. وأيضا طبعا ريثما قمنا بإعداد اللجنة للعمل على هذه اللائحة التنفيذية ومسودتها. أستاذ عامر، تحدثت قبل قليل عن أن هناك صعوبات واجهتكم. عن أهم الصعوبات التي واجهتكم في صياغة القانون ولاحقا اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإعلام؟ طبعا الصعوبات كما قلنا هنالك صعوبات خارجة عن إرادة اللجنة التي كانت تعمل على كتابة القانون، حيث صادف تلك الفترة كانت هنالك الهجمات التركية نعم. على سنكانية واحتلال هذه المناطق، وكانت هنالك ظروف كورونا والإغلاقات المتكررة. أيضا مسألة العمل مع الصحفيين يعملون في وسائل مختلفة ومدى مناسبة أوقات مع ظروف عملهم، وأيضا اختيار الصحفيين القادرين على كتابة هذا القانون بشكل جيد، ومن ثم إيجاد المواد والمصادر التي نأخذ منها أسس هذا القانون. يعني نحن بحثنا فترة طويلة عن المصادر التي يمكن الاعتماد عليها كالقوانين العالمية التي اعتمدنا عليها، وأردنا أن تكون هنالك مصادر قوية ومصادر جيدة ومصادر متنوعة لكي يكون القانون يعني جيدا إلى حد ما. حسنا، في تفاصيل نفس السؤال أسألك سيد بنجين، كاتحاد أعلام حرة كيف تابعتم مجريات كتابة قانون جديد للإعلام في مناطق شمال وشرق سوريا؟ هل شاركتم في صياغة هذا القانون واللائحة التنفيذية؟ نعم، كنا مشاركين في اللجنة التي تشكلت من أجل كتابة هذا القانون. طبعا كتابة هذا القانون كانت ضرورة ملحة يعني لإعادة صياغة القانون الذي صدر في عام 2015. يعني الكل يتذكر في عام 2015 صدر قانون للإعلام،
لكن حينها لم تكن الجغرافيا الموجودة في مناطقنا واسعة، كانت فقط تشمل مناطق مثل إقليم الجزيرة أو مقاطعة الجزيرة، كانت مقاطعة كوباني وعفرين كانت. فبعد العام 2017 يعني 2017-18 رأينا بأنه من الأفضل أن يعاد إعادة صياغة هذا القانون بكافة تفاصيله. فطبعا كنا من المشاركين في اللجنة بالإضافة إلى زملاء وممثلي مؤسسات آخرين في هذه اللجنة، وكان لنا آراؤنا ومقترحاتنا حول هذا القانون. طبعا مثل ما ذكر الزميل عامر الصعوبات التي واجهتنا، يعني بمجرد أن بدأت اللجنة أعمالها أصبح هناك هجمات للدولة التركية على سريكانية، توقف العمل لمدة، وبعدها ظهرت مسألة فيروس كورونا، وطبعا معوقات أخرى تقنية، طول الطرق وعدم التمكن من الاجتماع. هذه كلها يعني أخر موضوع كتابة قانون الإعلام. طبعا كان يعني أحيانا يقال رب ضارة نافعة، يعني يعني هذا قانون سيتم تطبيقه لسنوات عدة يعني في المستقبل. فأخذ الوقت الطويل لم يكن شيئا سلبيا كثيرا، يعني لأننا حاولنا قدر الإمكان أن يكون القانون قانون جيد، أن يصاغ بشكل جيد، أن يكون بالفعل قانون يحمي ويحافظ على الحالة الإعلامية في هذه المنطقة. وأعتقد من هذه الناحية يعني حصدنا نتائج إيجابية حتى الآن، بالأخص يعني مشاركة هذا القانون أو كتابة هذا القانون بتفاصيله في عدة جلسات مع الصحفيين ومناقشته معهم وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار. يعني هذه كانت خطوة جيدة، يعني قلما نشهدها في بلدان أخرى، يعني يتم وضع القانون من قبل الحكومات ولا أحد يتم أن يعني يناقش عليها، فهذه كانت خطوة إيجابية برأينا. ويعني بشكل عام تفاصيل يعني سنة ونص سنتين من إعداد هذا القانون. بالفترة الأخيرة طبعا يعني مع وجود استقرار نسبي في المنطقة، اللجنة أنهت كتابة المسودة. طبعا تم التصديق عليها في الأيام القليلة الماضية، كمان كان لنا جلسات يعني من أجل اللائحة التنفيذية. طبعا كان هناك انتقادات أيضا من أجل موضوع القانون، بالأخص في سنتكلم عن هذا الموضوع. ملاحظاتكم حول قانون الإعلام من أي ناحية؟ بشكل عام شو في عندك ملاحظات بقانون الإعلام ممكن؟ يعني ملاحظات، كان لدينا ملاحظات طبعا. هذه الملاحظات تم نقاشها وتم تعديلها وفق المقترحات، وفق الآراء التي نحن كاتحاد يعني كان لنا رأي ومقترحات في هذا القانون. طبعا بحكم نحن كنا من المشاركين في كتابة مسودة هذا القانون، كان لنا المقترحات الآراء يعني والتي أخذت بعين الاعتبار يعني. يعني مقترحات مثل أن القانون كيف يعني القانون أن لا يشبه القانون الموجود قوانين يعني الدول الأخرى، يعني أن يكون القانون سلسا، أن يكون القانون سهلا واضحا جدا يعني. كل هذه الأمور كانت مقترحات وآراء من قبل الاتحاد. طبعا زملائنا الآخرين أيضا باللجنة كان لهم آراء جيدة ومقترحات جيدة. يعني قدر الإمكان حاولنا وضع هذا القانون، كتابة هذا القانون بما يخدم الحالة الإعلامية لفترة ما بعد تصديقه. يعني مثل ما قلنا القانون بعد 10 إلى 20 إلى 30 سنة ممكن يتم تطبيقه، فإذا القانون لازم دائما يكون
يعني متجدد. طبعا هذه نقطة أيضا مهمة طبعا في القانون، وفي القانون نفسه موجود أنه حسب الظروف أو حسب يعني الحاجة يمكن إضافة بنود جديدة على هذا القانون، يمكن إضافة تشريعات جديدة أو ما يمكن نسميها مرسوم جديد أو بنس جديد حسب متطلبات المرحلة القادمة. يعني بعد 5 سنوات أكيد المتطلبات ما راح تكون مثل طبعا يعني. طبعا. حكينا عن ملاحظاتك حول قانون الإعلام بعد صدور اللائحة التنفيذية، ما هي ملاحظاتكم حول اللائحة؟ الملاحظات طبعا كان في جلسة قبل أيام ناقشنا فيها. الجلسة كانت طبعا يعني بتنظيم من منظمة شار ومكتب الإعلام. طبعا الجلسة كانت مصغرة جدا، يعني عدد الصحفيين كان قليل نسبيا في الجلسة. في بعض المناطق تواصلوا معنا على أنه لم يكن لهم خبر في هذا الجلسة. لكن ملاحظاتنا هو طبعا اللائحة التنفيذية أهم من القانون، يعني لأن اللائحة هي تفاصيل تطبيق هذا القانون. صحيح. طبعا ناقشنا بشكل مستفيض هذه الأمور، ومثل ما قلت يعني ممكن اللائحة التنفيذية إذا يتم التصديق عليها بعد فترة طبعا، يعني أو في القريب العاجل يعني. أيضا اللائحة التنفيذية أيضا مثل القانون يمكن له أن يتغير، يمكن أن يضاف إليه أشياء أخرى طبعا. وهذه التفاصيل الأخرى يعني يجب أن تكون بالإجماع يعني بين مكتب الإعلام أو اتحادات أخرى والصحفيين ليناقشوها، لأن القانون هي وليد التجربة. فمجرد التصديق على القانون لا يعني أنه خلص رح يتم تطبيقه 100%. أثناء تطبيق هذا القانون الموجود حاليا يمكن يظهر ثغرات معينة، يمكن يظهر مشاكل أو أمور أو تفاصيل غير واضحة. فدائما يجب العمل على يعني توضيح وتدقيق هذه الأمور في القانون. أستاذ عامر، برأيك من المستفيد أكثر من هذا القانون؟ هل الإدارة الذاتية أم الصحفيين والإعلاميين العاملين في مناطق الإدارة الذاتية؟ تفضل. بالتأكيد وجود أي قانون هو لمصلحة جميع من تربطهم علاقة بهذا القطاع. نعم. فالإعلاميين بشكل عام هم مستفيدون من وجود قانون، فعدم وجود قانون يعني أن هنالك تعامل وسلوكيات غير منضبطة سوف تواجههم. عدم وجود قانون سوف تؤدي بالإدارة الذاتية ومؤسساتها الرسمية إلى التعامل مع الإعلاميين بشكل مزاجي أحيانا وبشكل غير قانوني. أيضا في القانون هنالك حقوق للمواطنين، واجبات هي على الصحفي، يجب احترام مجموعة من الحقوق للمواطنين. فبهذه الطريقة الجميع مستفيدون دائما من وجود قانون كهذا. عامر، ما لفت انتباهي مثلا في اللائحة التنفيذية هو عدم الوقوف على منشورات الصحفي والإعلامي على صفحته الخاصة الشخصية يعني، وما يتضمن المنشور من مثلا مقال رأي أو نشر خبر عاجل أو تحليل، أو ربما يكون هذا المنشور خارج أصول اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام. كيف سيتم التعامل مع هكذا حالات؟ بالطبع القانون يؤكد على أن الصحفي هو شخصية اعتبارية، وبالتالي فإن ما يكتبه على صفحاته في التواصل الاجتماعي، في مواقع التواصل الاجتماعي، يحاسب عليها، أو أنها تعتبر كمواد له وآراء. بالتأكيد هو كشخصية اعتبارية ومؤثر في المجتمع، وبالتالي
فإن هذه الآراء وهذه الكتابات هذه مجموع ما يكتب بغض النظر عن طبيعة ما يكتب، فهي عبارة عن مواد مؤثرة في الشارع بحكم أنه شخص مؤثر يعني. طبعا القانون طبعا هذه المنشورات تخضع لعدة معايير، منها إذا كان فيها خطاب كراهية، إذا هنالك دعوة للعنف، هنالك تشهير، هنالك ما قذف مثلا. كل هذه الأمور موجودة في القانون. اللائحة التنفيذية شرحت هذه الأمور، شرحت ما هو خطاب الكراهية، شرحت ما هو التشهير. كل هذه الأمور مشروحة في اللائحة التنفيذية، وبالتالي تطبق على المواد الإعلامية التي تنشرها وسائل الإعلام، وأيضا ما تتضمنه وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالصحفي. يعني برأيي المتواضع تتسبب هذه المناشير الخاصة بالكثير من المشاكل في الوسط الإعلامي والسياسي. بالتأكيد. هل سيتم ضبط هذه وفق اللائحة التنفيذية؟ بالتأكيد يعني القانون يضبط، القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح يضبط هذه المنشورات بالتأكيد. نحن نتحدث عن منشورات أشخاص مرخصين موجودين في شمال وشرق سوريا. أما غير ذلك فنحن نعلم أن كم الكتابات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي ممن هم موجودون خارج شمال وشرق سوريا هي أكثر بكثير، وفيها الكثير من خطاب كراهية، فيها الكثير من التحريض على العنف، فيها الكثير من الأمور السلبية التي تخالف القانون. وبالتالي نحن أو دائرة الإعلام غير قادرة على محاسبة من هو غير موجود على الأرض. ولكن بالنهاية نحن الموجودون على الأرض يمكننا التعامل وفق القوانين ووفق الأنظمة المرعية مع بعضنا البعض على الأقل، وهذا سيؤثر أيضا على من هم في الخارج لكي يقوموا ببث خطاب أكثر اعتدالا وأكثر قدرة على أن يكون مناسبا لما هو موجود من ظروف على الأرض. أيضا سؤالي هنا، هل يمكن لرؤساء ونواب دوائر الإعلام في الإدارات السبع العمل مع وسائل إعلامية محلية أو دولية، وكيف سيتم التعامل مع هكذا حالات؟ لا بالتأكيد الموجودون في دوائر أو مكاتب في دائرة الإعلام سواء أو في مكاتب الإعلام هم غير قادرون على العمل في مؤسسات إعلامية أخرى. هذه من القوانين الموجودة في الإدارة الذاتية ولا دخل لقانون الإعلام بها يعني. القوانين، قوانين العاملين الموجودة في أو الأنظمة الداخلية الموجودة في هذه الدوائر التنفيذية هي غير طبعا يعني لا تقبل بوظيفة أو بوظيفة العامل في هذه المكاتب مع جهات أخرى خارجية يعني. قبل أن أعود إلى ضيفي في الاستوديو السيد بنكين سيدو، سأتوقف قليلا بفصل قصير ونعود لنكمل الحوار. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان. أعود وأتابع مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ بنكين سيدو الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر. لو تتحدث لنا عن آلية الدفاع عن الصحفيين والإعلاميين في مناطق تواجدكم. يعني الآليات كثيرة طبعا. الشرط الأولي أو الآلية الأكثر يعني فعالية كانت هو بإيجاد قانون إعلام. طبعا إذا شي يوم يتم الدفاع عن شخص معين أو صحفي معين لازم يكون في قانون، يعني يجب أن يكون هناك قانون. على أساس هذا القانون يتم الدفاع عن الصحفيين، أو إذا كان الحق عليهم أو إذا كان الحق على مين يعني. فطبعا هي الآلية المثلى، يعني أنه وجود قانون، لائحة تنفيذية. يعني لا يوجد للاتحادات والنقابات في أي بلد ما آلية مغايرة يعني لما هو موجود في قانون هذا البلاد. يعني إذن نحن كاتحاد نعمل وفق آلية هذا القانون. هذا القانون ماذا يقول وماذا ينص
وماذا يعاقب إذا تم مخالفة شروطه، وماذا ويدافع عن من في حال إذا كان هناك خطأ من السلطة أو الحكومة يعني. فأكيد هي الآلية المناسبة. لكن بالناحية الداخلية في الاتحاد طبعا هناك آليات أخرى مثل التواصل مع المؤسسات المعنية، تقديم الشكاوي من قبل الصحفيين، يعني البحث في هذه الشكاوي والتواصل مع المؤسسات المعنية بهذا الأمر، يعني حل المشكلة أو السبب في يعني التعدي على حقوق هذا الصحفي طبعا. وبالمثل أيضا يعني هناك صحفيين طبعا القانون لا يحمي فقط الصحفيين، القانون يحمي الحالة العامة، يعني يحمي المواطن أيضا، يحمي إدارة هذه البلاد، ويحمي هذا الاتحاد، ويحمي الصحفي أيضا، ويحمي الكل يعني ضمن إطار معين. إذن فهنا المواطن إذا خالف هذا القانون سيتم محاسبته، الصحفي نفس الشيء، أو الإدارة نفس الشيء، أو حتى الاتحاد يعني إذا خالف شروط هذه القانون يمكن يتم محاسبة هذا الاتحاد أو هذه النقابة الموجودة يعني. فإذا آلية تطبيقه مرتبط متناسب طردا يعني مع هذا القانون واللائحة التنفيذية. مثل ما قلت هناك آليات داخلية في الاتحاد، يعني أغلب هذه الأمور تتم عن طريق اللجنة الحقوقية في الاتحاد، يعني باستلام الشكاوي والبحث في هذه الشكاوي مع المؤسسة المعنية بهذا الأمر. وطبعا ينتج عنه يعني ينتج عن البحث في هذه المشاكل القرار المناسب حسب ما يقوله هذا القانون واللائحة التنفيذية، وأيضا الميثاق المهني أو الميثاق الشرف الأخلاقي العالمي، يعني من هذه الشروط. طبعا هناك ملاحظة أريد أن أوجهها، يعني للأسف أغلب من يعملون في الحقل الإعلامي في شمال وشرق سوريا ليسوا مطلعين لا على القانون ولا اللائحة التنفيذية ولا على ميثاق الشرف الصحفي المحلي أو العالمي. يعني أغلب العاملين لا يهمهم هذه الأمور. فمن أجل الاهتمام بهذا الأمور أنا برأيي وأوجه كلامي يعني مثل باقي الجامعات في سوريا أو البلدان الأخرى، يجب أن يتم تدريس القانون وهذه اللائحة التنفيذية في جامعة روج آفا. يعني جامعة روج آفا هناك كلية للإعلام الآن، معهد للإعلام، يجب أن يتم التدريس. يعني بالعامية شلون واحد صحفي يعني بدرس 3-4 سنين آخر شيء ما بيعرف شو هو القانون اللي بعدين بده يشتغل عليه يعني. يعني في كتير من هالناس بهالشكل يعني. فالجامعة كمان لها دور بحكم في هلأ كلية الإعلام. هذا القانون بعد ما يتم تصديقه بشكل كامل، لائحة التنفيذية، مواثيق الشرف الصحفي، يجب أن تكون مادة تدرس أو يتم الاطلاع عليها من قبل طلاب من يعملون في أو من يدرسون في كلية الإعلام يعني. فمثل ما قلت هي كمان آلية يعني مشان بعد ما الشخص يتخرج يعرف شو يعني على أي أساس قانوني بده يشتغل وكيف يشتغل. وطبعا في أمور تانية من الآليات اللي هي يعني العلاقة بين الاتحاد أو مكتب الإعلام، كيف عم ننظم وننسق علاقاتنا معهم بخصوص هذه المشاكل أو المشاكل التي تعترض للصحفي، أو المشاكل اللي ممكن أحيانا الصحفي بيوقع في الخطأ. يعني في تعريف عام للصحفي في العالم، حتى المؤسسات الدولية بيقولوا أن الصحفي ليس ملائكة يعني، فأكيد بده يكون في عنده أخطاء. فهذه الأخطاء طبعا عن طريق هذا القانون بده يتم حله. يعني هي من الآليات. وطبعا حتى نحن كمان يعني كاتحاد
الآليات اللي عنا كل ما عم تتطور، يعني انه كيف نتعامل مع هي المشكلة او هي الحالة. احيانا بتصدر حالات جديدة يعني، فبتطلب منا انه نوجد آلية جديدة انه للتعامل مع هذا الصحفي او لأخذ حق هذا الصحفي من الجهة المسؤولة. طبعا هي كلها بتصير تجارب وبتدخل برصيد الاتحاد ايضا. طبعا احتمال طبعا نحن كاتحاد أيضا بحكم بالفترة الجاية كمان الإدارة الذاتية قالت أنه بدها تصير في انتخابات بالمنطقة. احتمال كبير جدا نحن كمان كاتحاد وأعتقد كمكتب الإعلام والإدارة الذاتية بشكل عام رح يصير في تغييرات جذرية في بعض المناحي الإدارية والقوانين وهيك شغلات. أكيد نحن كمان كاتحاد ما لنا بعيدين عن هالحالة، فأكيد نحن كمان يعني ما في قرار لهلا، لكن انه المؤتمر الجاي للاتحاد يصير في تغييرات كمان في بنية الاتحاد وفي طريقة تعامل الاتحاد مع القانون الجديد، ومثل ما يقولوا العمل المستقبلي للاتحاد شو رح يكون. فهي الامور كلها هلا عم تتناقش عنا لتتوضح اكثر بعد يعني بعد فترة انه تصير هالانتخابات وهالتجدد بالمنطقة بشكل عام. قبل يومين وبنفس هذا الإطار وفي أثناء وقفة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار المحروقات تم الاعتداء على بعض الإعلاميين وكسر معداتهم من قبل فصيل شبابي من أنصار الإدارة الذاتية. كيف تابعتم هذا الأمر؟ يعني رأينا ما حصل. طبعا الزملاء اللي كانوا موجودين تقدموا بشكاوي رسمية لدى الاتحاد. طبعا نحن كمان هاي الشكاوي راح نوجهها للجهات المعنية. لكن في أمر تاني، يعني نحن بعد يعني طبعا صدر بيان أيضا. بعدها تواصلنا مع يعني حسب الشكاوي انه المؤسسة الشبابية اللي بتسمى الشبيبة الثورية هن اللي قاموا بهالأمر. بعد الشكاوى تواصلنا معهم، لكن هن نفوا بشكل قطعي انه يكون هالشباب هن بيمثلوا هالمؤسسة. يعني كان في هيك شيء، يعني حتى امبارح بمداخلتين لراديوهات تانية ذكرت هذا الأمر، يعني تم التواصل معهم. فإذا هون الموضوع موضوع صار بحثي، يعني إنه نبحث عن المشكلة أكثر شو هي. لكن بشكل عام نحن تابعنا شو صار وكيف صار. يعني يعني أنت تواصلت مع الشبيبة الثورية؟ نعم. حول هذه الاعتداءات التي تحصل كثيرا ضد الإعلاميين. نعم. ونفوا هذا الموضوع. نعم. يعني الشباب اللي اجوا يعني قالوا انه لا يمثلوننا، يعني الشباب يعني بهالشكل حكوا. فهذا الامر طبعا يستدعي انه البحث في هذا الموضوع. يعني انتم اصدرتوا خلال المناقشات بعد بيان، صدرتوا نعم. بيان. هل برايك سيد بنجين ان بيان حول الاعتداءات يحل الامر وينهي هذه المشكله التي تتكرر وكثيرا؟ طبعا لا تتكرر، ويعني بكل بلدان العالم موجود. إذا هناك طرفين يعني هناك طرفين أو طرفين يتظاهرون، يعني ففي أغلب الدول نرى كيف يعني يتم ضرب صحفي ما أو ضرب شخص ما أو حتى المدنيين. يعني أعتقد يعني ما حدث قبل يومين لا يتعلق فقط بمسألة اعتداء على الصحفيين. أعتقد أن هناك تناقضات سياسية كثيرة في المنطقة. هذه التناقضات تؤدي إلى هكذا مشاكل. يعني فبرأيي أنه للخلاص يعني أو لعدم تكرار هذه المواقف، يعني أولا المشهد السياسي معقد جدا في مناطقنا. التناقضات السياسية بالأخص بين الأحزاب الكردية في المنطقة معقد جدا، ولم يتوصلوا إلى حل بعد مبادرة الجنرال مظلوم عبده في إيجاد صيغة مناسبة للقوى الكردية. فأعتقد هذه التناقضات أحيانا
تبث العواطف في كافة الأطراف، ونتيجة العواطف دائما تكون نتائج سلبية. يعني الارتهان إلى العواطف تكون نتائجها سلبية. طبعا يعني هذه الأمور تؤدي إلى ما آلت إليه قبل يومين. لكن طبعا الحالة التي ظهرت للأسف نحن يعني لسنا بصدد هكذا حالات. يعني الكل يعرف يعني نحن محاطين بالمخاطر، ومثل هذه الأحداث لا تخدم أي طرف كان. فيعني أحيانا في هكذا مواقف القانون لا يوجد شيء اسمه قانون، لا يوجد شيء اسمه يعني لائحة تنفيذية، يعني عندما يكون للعواطف فقط. يعني الأمر مؤسف جدا يعني ما حصل في قبل يومين. هذا هو رأيي، يعني أنه تناقضات سياسية تؤدي أحيانا إلى ما نحن عليه في هذه الأوقات. سأنتقل بسؤالي إلى السيد عامر، سؤالي موجه لك سيد عامر. برأيك المهني، كونك لم تعد رئيس مشترك لدائرة الإعلام، برأيك كيف يجب التعامل مع هكذا حالات في التظاهرات والاحتجاجات من قبل الإعلاميين ومن قبل السلطة أيضا؟ تفضل. طبعا أنا أعارض جملة وتفصيلا ما قاله الزميل بنجين حول ما جرى في التظاهرة. بالتأكيد ما جرى هو اعتداء من قبل مجموعة الشبيبة الثورية على الصحفيين، والدليل أن شعار المنظمة كانت موجودة ويرفعها الشباب الذين جاءوا إلى مكان الاعتصام. هذا يدل على أنهم هم من قاموا بهذه الاعتداءات. هذا أولا. ثانيا، لا يجب أن نقول إذا كانت هنالك تناقضات سياسية أن القانون يختفي. لا يجب أن يختفي القانون بأي شكل من الأشكال. طالما نحن نقول أن هنالك إدارة ذاتية، إذن يجب أن يكون هنالك قانون وهنالك قوانين، أيضا قوانين جزائية، هنالك قوانين الإعلام، هنالك مجموعة واسعة من القوانين التي يمكنها أن تكون قادرة على حل هذه المشكلة. هنالك طرف اعتدى على الصحفيين، يجب محاسبة هذا الطرف. هنالك أما ما قام به الصحفيون سوف أتحدث عن هذا أيضا لاحقا. هذا الأمر، هذا الاعتداء يجب أن لا يتكرر. هذا الاعتداء يجب أن يحاسب عليه المعتدون. نعم. هذا الاعتداء جرى من جهة تحمل شعار معين، إذن هذه الجهة، هذا الشعار حامل، هذا الشعار هم مسؤولون عن هذا الاعتداء. هذا أولا. من جهة أخرى الصحفيون صراحة، وذكرتها في بوست سابق، أن الصحفيين لا يقومون بعملهم بشكل مهني، وهذا كان واضحا من خلال ملاحظة الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. والبثات المباشرة التي حدثت. أولا، هنالك صحفيين، وأنا شاهدت أحد الصحفيين وهو ينضم إلى جموع الشباب القادمين نحو الاعتصام، ويأتي معهم ولا يصور ما حدث من اعتداء من هؤلاء الشباب على الصحفيين، وبعد أن يتم ضرب هؤلاء بالحجارة من قبل الطرف المعتصم يقوم بالتصوير ويقول بأن هنالك اعتداء على الأسايش. هذا يعني منافي لجميع الأخلاق الصحفية. هذا يجب أن يحاسب هذا الصحفي. هذا الصحفي يجب أن يحاسب، ويمكنني أن أذكر اسمه لأي جهة مسؤولة تريد، وأمام القضاء أيضا. هنالك صحفيون أيضا قاموا طبعا الأمر مزاجي. نعم. الأمر الصحفي يجب أن لا يكون مزاجيا طبعا لازم أن يكون محايدا. صحيح. يجب أن يكون مهنيا. صحيح. يجب أن تكون كاميرتك مستعدة للتصوير من بداية الحدث إلى نهايتها. لا أن أطفئ الكاميرا وقت ما أريد وأن أشغلها وقت ما أريد. الكاميرا في وضعية الاستعداد، ترصد كل ما هو مهم، كل ما يمكن أن يكون خبرا. نعم. ولكن للأسف الصحفيون وكثير منهم قاموا، ومن الطرفين قاموا بتصوير بعض الأجزاء التي تناسبهم
وأغفلوا أجزاء أخرى. أنا بالتأكيد حدثت كثير من الهجوم علي أنني أساند هذا الطرف، والطرف الآخر يقول أنت تساند هذا الطرف. أنا لا أساند أحدا، أنا أساند المهنية الإعلامية. يجب أن يعمل الإعلامي، نحن لسنا سياسيون. الإعلامي موجود في هذه الساحة ليس ليشاطر الطرف المعتصم أو يناصر الطرف الذي جاء لفض هذا الاعتصام. نحن صحفيون نرصد ما يجري فقط ليرى الجميع ما حدث. هذه هي مهمتنا. ولكن للأسف كما قال الزميل بنغين، لأن هنالك عدم دراية بالقوانين، عدم دراية بمواثيق الشرف الصحفي، عدم دراية باللوائح التنفيذية، عدم دراية بالعمل المهني الإعلامي برمته، فتحدث مثل هذه الأمور. أيضا الصحفي غير متجرد من ذاته، وهذا أمر فيه إشكال. يعني أنت يمكن أن تحافظ على ذاتيتك في بعض المواد الإعلامية، ولكن الخبر هو مادة إعلامية مجردة من حس ورأي الصحفي. سأنتقل إلى موضوع آخر سيد بنغين. مشاكل كثيرة حصلت مع الكثير من الإعلاميين والصحفيين حول عدم الاعتراف بالهوية أو المهمة التي يحملها من قبل دائرة الإعلام، وهي مصدقة فعلا من قوات الأمن العام الأسايش. كيف تتابعون هذا الأمر، وما هو المطلوب من الجهات الرسمية لتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين؟ نعم. تفضل. توضيح بسيط فقط عما تحدثنا عنه في الموضوع السابق. أنا كنت سأفسح لك المجال. نعم. ولكن يعني توضيح بسيط. تفضل. المسألة يعني عندما قلت أن هناك تناقضات سياسية تنتج ما نتج عنه قبل يومين، يعني وطبعا شرح الزميل عامر يعني أنه بالفعل صحفيين كانوا موجودين هناك، يعني لم يكونوا يقوموا بعملهم كصحفي، يعني كانوا يعني صحفيي طرف معين وينتظرون لحظة حاسمة لتصوير شيء معين، يعني يكون فيه مشكلة هيك شيء معينة. يعني. طبعا كان فيه هيك شيء. طبعا قليل جدا من الصحفيين اللي راحوا هناك، يعني أغلب الوسائل المعروفة لم تذهب يعني. فيعني أعتقد مسألة المهنية وكيف يمكن التعامل بمهنية مع هكذا مواضيع مهم جدا يعني. يعني الكاميرات وكيفية التصوير في تلك المنطقة شاهدنا طبعا. فهذا الأمر يعني زاد من الطين بلة في تلك اللحظات يعني في وقتها. وطبعا جملة وتفصيلا نحن نقول يعني أنه ما حصل هناك كاعتداء، يعني هو اعتداء، ومن يعني مين يكون وراء هالشيء لازم يكون يعني لازم يتحاسب، يعني أنه شو هو ومين هو وكيف، يعني لازم يتحاسب. يعني هذا أمر يعني قطعي، يعني خلص يعني لازم يتم محاسبتهم. فأنا حبيت أوضح هالشيء يعني. في كتير من التغطيات الأخرى والنشاطات الأخرى، يعني بنشوف الصحفيين بيغطوا الحدث وبروحوا ومسووا هالخبر، لكن بحدث مثل هالحدث وبحكم في تناقضات سياسية ذكرتها كمان، ف يعني العاطفة هي اللي بتشتغل دائما، يعني عاطفة الصحفي أو الإعلامي أو المصور، فعاطفته بتكون ميالة لأي طرف معين، فبيكون دائما هو موجه حاله لهذا الطرف طبعا. فأعتقد أنه حتى بهيك لحظات لازم الإعلامي أو الصحفي يكون يعني غير منحاز لأي طرف. بخصوص أتدخل بس بهذا الموضوع، لكن الصحفي عندما يعمل في مؤسسة ما هو يخضع لتوجه هذه المؤسسة، يعني لا يعمل بعاطفته حتى لو كانت عاطفته مثلا عكس هذا الموضوع. وكلياتنا صحفيين وكلياتنا عم نشتغل بالمجال الإعلامي. المؤسسة ما هي توجهها السياسي؟ أنا أعمل ضمن توجه سياسي معين لهذه المؤسسة. يعني كل مؤسسة
أو كل صحفي أو كل وسيلة إعلامية أكيد لها سياسة نشر خاصة. طبعا أكيد لها يعني توجهها المعين. توجهها المعين، لكن هذا ما بيعني أنه أنا صحفي أشتغل مع مؤسسة معينة يكون عندي رضوخ كامل طبعا. لهي المؤسسة. ليش؟ أكيد في لها سياسة معينة، لكن مقابل هي السياسة المعينة في شيء اسمه مهنة، في شيء اسمه عناصر علمية، في صحيح. شيء اسمه عناصر أدبية لغوية ما بعرف شو لكتابة مادة أو شغلة يعني. فأكيد أنا لازم أخذ هالشغلات بعين الاعتبار يعني هاي الشغلات. لكن لما يكون في صحفيين يعني راضخين بشكل كامل لهي المؤسسة الإعلامية وسياستهم تكون مثلا عدائية، هون بتكون المشكلة. بالأخير أي صحفي يشتغل مع أي وسيلة إعلامية ما يحسن نقدر يقول لحاله أنه أنا مستقل يعني. هي كلمة المستقل كتير ناقشناها بكتير محطات، ناقشناها انه ما في حدا مستقل يعني. لازم الصحفيين يعرفوا هالشي يعني. ما في صحفي مستقل عن هالدنيا وعن هاي المؤسسات. اكيد في وسيلة اعلامية الى سياسة نشر معينة، فاذا انت مرتبط بهي سياسة النشر، لكن في ضوابط علمية للمهنة انت لازم تحافظ عليها يعني. فهي بشكل مختصر يعني. طيب نعود الى موضوعنا. نعم. مشاكل كثيرة حصلت مع الكثير من الإعلاميين والصحفيين حول عدم الاعتراف بالهوية أو المهمة التي يحملها من قبل دائرة الإعلام، وكما قلت سابقا أنها مصدقة من قبل قوات الأمن العام السايش. كيف تتابعون هذا الأمر، وما هو المطلوب من الجهات الرسمية لتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين؟ يعني بشكل عام موضوع البطاقات الإعلامية والمهمات الإعلامية كان دائما محل يعني مشكلة يعني بالنسبة للصحفيين، إنه يعني مشان يقدروا يشتغلوا على هذا الموضوع. نعم. ف بال 2012 لل 2015 و16 لم يكن في غير بطاقات الاتحاد وقتها، لأنه ما كان في مكتب الإعلام. بطاقة الاتحاد اللي بيحصل عليها بيحسن يمارس عمله الإعلامي في هذه المناطق. طبعا وقتها الجغرافيا ما كانت مثل هلا. بعدين 2016-17 ذاتي صار في مكتب الإعلام بشمال وشرق سوريا. نعم. كمان صارت نقاشات عن موضوع البطاقات والمهمات كيف لازم تكون البطاقات، وبطاقات الاتحاد شو هي، وبطاقة الإدارة الذاتية شو هي، وبطاقة المؤسسة الوسيلة نفسها شو هي صلاحياتها فلان. بهالأمور صار في هيك شوية لخبطة وقتها، إنه أين بطاقة لازم تكون يعني معترفة فيها، أين شيء لازم تكون معترفة فيها. لا بشكل عام في جميع دول العالم إطلاق صفة الإعلامي أو الصحفي المهني على شخص معين يتم إعطاء بطاقته المهنية من قبل النقابة أو الاتحاد أو الجمعية أو أي شغلة يعني. هي المخولة بإعطاء هي البطاقة إنه هذا بالفعل إعلامي عنده مواد وفلان. بعد ما يحصل على بطاقته عند الدولة أو الحكومة ببلش بيرخص حاله يعني إنه هو عم بيشتغل بشكل شرعي يعني في هذه المنطقة. يعني بباقي الدول مشان مسألة الضرائب وما ضرائب وهيك شغلات لازم تكون مسجل يعني شرعي أنت عم تشتغل بهالمناطق. بعد بفترة ذاتي صدر بطاقات من مكتب الإعلام إنه اللي بده يرخص عن نفسه كشخص يعني بطاقات صدرت عن المكتب الإعلامي. هاي البطاقات طبعا هي يعني كانت الأساس يعني هي البطاقة الوحيدة المخولة إنه الإعلامي يشتغل بها هالمناطق يعني. طبعا مسألة البطاقات لحد هلا في عليه إشكالية، إنه بطاقات الاتحاد شو هي أو النقابة، أي بطاقة لازم تكون يعني تعترف بأنه بالفعل هذا الشخص إعلامي ولا لا. هي كمان طبعا
مثل مسألة القانون كمان يعني لسه في مجال للنقاش حول مسألة البطاقات وكيف البطاقات لازم تكون. لكن بشكل عام أي شخص يعني لما يروح عند الحكومة ويرخص حاله أكيد بده يكون عنده مهمة مزاولة عمل. مهمة يعني ورقة يكون مختوم عليها أنه خلص أنت بشكل رسمي شرعي عم تشتغل بهذه المنطقة. يعني أنا كرأيي أنه البطاقات لازم تصدر من النقابات كبطاقة إعلامية مهنية، لكن كمهمة أو ترخيص لهذا الشخص هي طبعا من الحكومة أو الإدارة، يكون على شكل ترخيص، يعني تقديم ورقة أنه هذا الشخص معين. مثل ما قلنا يعني في تفاصيل بالقانون والعلاقة بين الاتحاد أو المكتب الإعلامي أو المؤسسات الإعلامية كلها بهالفترة الجاية راح تتوضح انه خلص يعني الاعلامي شو هو بطاقته الاساسية، شو هو مهمته الاساسية، وين ما يروح لازم خلص هاي المؤسسة تكون له والبطاقة له. بهالطريق يتم تسهيل الامور. طبعا للأسف في بعض المحطات بعد صدور البطاقة في مكتب الإعلام الإدارة الذاتية، بطاقات الاتحاد مكتوب عليها يجب تسهيل أمور حامل هذه البطاقة بحكم هو عضو في نقابة، والنقابة عنده خطوات عملية لتسهيل أمور هذا الصحفي. تم سحب عدة بطاقات للأعضاء من قبل الحواجز. يعني ما تواصلتوا مع مثلا مكتب العام للأسايش، مكتب الأمن العام للأسايش بهذا الخصوص؟ طبعا تواصلنا، وبعدين صار في مثل انه خلص طلع بطاقات الإدارة الذاتية، فبطاقات الإعلام الحر يعني ما صار إلا مثل فعالية، غير معترف بها، خليني أقول. يعني مو قصة غير معترف فيها، أنه صار نوعين بطاقات. فقوات الأمن الداخلي كمان تواصلوا أنه نحن بدنا بطاقة واحدة، بدهم شيء معين يعني مشان ما يصير خلط بقاعدة البيانات. فهداك الوقت هيك صار يعني بهالأمر، يعني أنه هي بطاقة عضوية نقابة، فليش يتم سحب هذه البطاقة من هالشخص؟ يعني تمام، إذا في بطاقة أخرى يعني اللي هي مهمة مزاولة العمل ما في مشكلة، بس ليش يتم سحب هذه البطاقة؟ طبعا هذه الأمور كمان هو موضوع نقاشات حول هذا العمل فلان. في خطوات أخرى طبعا الإدارة الجديدة بمكتب الإعلام كمان عم نتواصل معهم بأنه نوجد حل شامل يعني لهالموضوع البطاقات والمهمات وهالشغلات، بحيث أنه خلص من هلا ورايح ما تتكرر هالأمور، أنه خلص يكون كل شيء واضح بالنسبة للإعلامي ويكون مرتاح بشغله يعني في هذه الأمور. هنا أود أن أفتح لك المجال سيد بنجين. هل تود أن تسأل السيد عامر مراد أي أسئلة مهمة بالنسبة لكم كنقابة الصحفيين؟ سؤال مثل شو مثلا؟ أنت كنقابي أنت كنقابي يعني بحكم الزميل عامر هو هلأ يعني طبعا احتمال ما يكون مخول بإعطاء أجوبة بحكم ولكن كمهني خليني أقول يعني ما في سؤال معين. كان في لنا نشاط مشترك بين بعض، وبالفعل يعني الأسئلة اللي كنا عم نسأل بعض بالجلسات ووقت كنا نكتب القانون وفلان يعني كان يعني التعامل مع الأستاذ عامر تعامل سلس طبعا. يعني أكيد طبعا نحن حاولنا يعني بحكم هو كمان كان بموضع يعني شخص اعتباري، حاولنا دائما إنه نساوي شيء، يعني إنه القانون أو أي شيء بالفعل إنه اللي يجي بعدنا مثلا إنه يستفيد منا قدر الإمكان. نحاول نحط أساسات لهالموضوع. يعني هي سؤال موجه له، بقول له أهلا وسهلا. أستاذ عامر،
كنت حابة أنا أسألك كنت حابة أنا أسألك عن نقطة كتير مهمة، وهي سرقة المحتوى الإعلامي من قبل الكثير من الوسائل المحلية وحتى الخارجية. كيف ستتم متابعة هذه المشكلة وآلية محاسبة الجهات التي تقوم بسرقة المحتوى الإعلامي، طبعا بدون ذكر المصدر؟ بالتأكيد القانون ينص على مسألة الملكية، حقوق الملكية يعني. وأيضا اللائحة التنفيذية تحدد آليات محاسبة هؤلاء الأشخاص، سواء كانت الجهة قد أخذت هذه المادة بدون علم كاتب المادة، أو حتى هنالك صحفيين يكتبون مواد ويرسلونها إلى عدة جهات يعني بدون، مع أن هنالك جهة تريد المادة بشكل حصري يعني. أيضا هنالك طبعا بخصوص هؤلاء هنالك غرامات مالية، وهنالك أيضا مسألة إزالة المادة من الموقع أو الاعتذار. كل هذه الأمور واردة لمحاسبة المعتدين على الملكية الخاصة. سؤالي الأخير لك زميلي عامر، رأيك المهني بواقع الإعلام في مناطق الإدارة الذاتية، السلبيات والإيجابيات، وما هو المطلوب؟ بالتأكيد الواقع الإعلامي إلى حد ما جيد، إلى حد ما يتطور، ولكن أحيانا نقع في مطبات مثل الأحداث التي حدثت قبل يومين. نعم. تؤكد أن هنالك حاجة لوجود إعلام أكثر مهنية، تؤكد أن هنالك أشخاص هم عالة على هذا القطاع، تؤكد أنه يجب على الجهات المهنية ولا أقول الرسمية في الإدارة الذاتية، الجهات كاتحاد الإعلام الحر، شبكة الصحفيين السوريين، هذه الجهات يجب أن تعمل بجدية في هذا الواقع، وحتى بالتعاون مع معهد الإعلام في جامعة روجافا، والتنسيق بين هذه الجهات الثلاثة التي هي تعمل على مسائل المهنية أن تعمل بشكل جدي وحثيث. يعني صراحة الواقع الإعلامي يحتاج إلى الكثير، هنالك الكثير من المبتدئين في هذا الواقع وهم يؤثرون سلبا على حتى عمل المخضرمين في القطاع والذين يقدمون مادة إعلامية مهنية وجيدة. طبعا الصورة ليست قاتمة، الصورة إلى حد ما جيدة، ولكن حفاظا على هذه الصورة النقية يجب أن تعمل هذه الجهات أساس على زيادة المهنية في هذا الواقع، ضبط شروط ورفع مستوى الشروط لانضمام الصحفيين إلى هذه الجهات الثلاث، سواء المعهد أو جهات الصحفيين أو شبكة الصحفيين. هذه الجهات يجب أن تعمل بجدية صراحة، وأتمنى من كافة الصحفيين وأطلب منهم دائما أن يقوموا سواء استشارة من هم مهنيون بشكل جيد، سواء القراءة، سواء العمل على الطلب من هذه الجهات أساس ولنفترض على إقامة دورات، على التعاون معهم في الكثير من القضايا المهنية. أيضا سؤالي الأخير لك زميلي بنجين سيدو عن الأخطاء التي يقع فيها الإعلامي والصحفي في عمله ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وأيضا الأخطاء التي تخرج من قبل السلطات في الإدارة الذاتية تجاه الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية. تفضل. طبعا عدم وجود قانون وعدم الدراية بالقوانين والمواثيق تخلق هذه المشاكل، سواء من قبل الصحفي أو الإعلامي أو حتى السلطات الموجودة يعني. فباعتقادي بعد مسألة صدور القانون واللائحة التنفيذية ستخف هذه الأخطاء بشكل عام. لكن هناك نقطة، يعني الصحفيين والإعلاميين بشكل عام في مناطق شمال وشرق سوريا، إذا ما قلنا 99%، لكن 95% من العاملين في القطاع الإعلامي هم ليسوا خريجي يعني جامعات وكليات الإعلام. كلية الإعلام في سوريا كان يجب أن يكون لديك واسطة يعني تدرس فيها. صحيح. فنحن يعني بشمال وشرق سوريا بروج آفا
أغلب الإعلاميين واللي صاروا بالفعل بعض منهم صحفيين وإعلاميين عن جدارة كمان طوروا نفسهم بنفسهم. يعني مثال يعني ما أنا ما كنت أتخيل شي يوم إنه من قبل 10 سنين أدخل ب يعني نطاق الصحافة والإعلام وأصير مراسل ومحرر ومقدم برامج، وآخر شيء صرت مثلا مسؤول عن مؤسسة نقابية. يعني ما كنت أتخيل يعني، مع العلم ما أنا ما كنت دارس إعلام، دراستي كانت أدب فرنسي مثلا، لكن ظروفي الحياتية خلتني أنه أدخل بهذا النطاق. من 10 إلى 11-12 سنة صرت في هذا المجال، طورت حالي إلى حد معين، لكن لحد هلأ أنا أعتقد أنه بدي كتير لأصير يعني بالفعل أنه إعلامي وصحفي مقتدر، يعني مقتدر. هاي هي المشكلة، أنه أغلب الهواة في هذه المهنة خلال سنة وسنتين بيعتبروا حالهم صاروا صحفيين، فعن هاي الشيء مباشر يعني بيصير عندهم أخطاء، بيصير عندهم شغلات، وما بيكون عندهم دراية بهالمواضيع. يعني مجرد ما كتب تقريرين صار صحفي. يعني أنا هاي مو قصة أنه عم بعترف أنه أنا مالي دارس إعلام، لكن أنا طورت حالي يعني بحكم كنت أدرس شغلة معينة طبعا. فطورت حالي، وإلى حد ما يعني أساسا بخاف أطلق على حالي اسم أنه أنا صرت صحفي وأنا صرت إعلامي. يعني متطلبات المرحلة خلتنا أنه نشتغل بهالمجال، وقدر الإمكان حاولنا أنه بالفعل نطور حالنا وبالفعل نقدم شيء لإلنا وللزملاء اللي حوالينا يعني. وممكن بعد فترة نروح نشتغل شغلة تانية، يعني ممكن يعني أنه بهالأمور. فأعتقد يعني سواء الصحفي أو الإعلامي، سواء السلطات، الأخطاء اللي عم بتصير، مسائل القانون، هي يعني بهالسنتين الماضيات اشتغلنا عليها، ونتمنى أنه بعد فترة سواء مكتب الإعلام سواء الإدارة الجديدة للاتحاد اللي تجي أنه بالفعل يشتغلوا لسه أكثر لتطوير وتحسين الواقع الإعلامي. يعني الواقع الإعلامي كمان إذا بدنا نحط حالنا أو نقارن حالنا بغير مناطق أو بغير أماكن يعني جيدة إلى نسبة معينة، لكن مثل ما قلت في مهارات، في شباب بدهم يعني بالفعل يشتغلوا بهالمهنة، لكن هاي المهارات بدها صقل. صحيح. يعني صقل هذه المهارات لنخلق حالة إعلامية بالفعل جيدة. فيعني أعتقد لما الواحد يفكر بهاي الطريقة أنه بعد 10-15 سنة يعني واحد يشتغل يقول عن حاله أنه لسه ما أعرف. يعني هي المشاكل اللي بتصير. يعني أنا بصريح العبارة بخاف أقول لحالي أنه أنا صحفي يعني أو إعلامي. يعني من 2010 ليومنا لهاد عم بمارس هذا العمل، لكن لحد هلأ في كتير شغلات ما بعرفها يعني. صحيح. فهي لازم دائما نحن نطور حالنا، نحاول نطور حالنا يعني. في بعض ما عندهم محاولات كمان يعني. وبشكل عام بعد فترة أعتقد الواقع يتحسن أكتر كمان، بحكم صار في جامعة، بحكم صار في اتحادات، في قانون، في مكتب الإعلام، في وسائل إعلام، في جلسات، في حوار، في هالحالة يعني الجدالية في المنطقة. فأكيد الواقع رح يكون بتحسن أكثر إن شاء الله. طبعا بأي مجال سيد بنجين يجب أن يكون شخص متمرس أكثر. دائما الواقع العملي يكون أكثر من الواقع النظري. مثل ما بنعرف دائما الإكسبيرينس هي الموجودة، الخبرة أنك أنت تمارس العمل. كل ما مارسنا العمل كل ما أنه بنقدر أنه ننجح أكثر وأكثر. هنا أتوقف أعزائي مستمعي ومشاهدي راديو بوير اف ام، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفي عبر الهاتف السيد عامر مراد، الرئيس المشترك السابق لدائرة
إدارة الأعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. شكرا جزيلا لك. وضيفي في الاستوديو الأستاذ بنجين سيدو، الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر، ضمن هذه الحلقة الخاصة حول قانون الإعلام في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا واللائحة التنفيذية، والتي كانت برعاية منظمة شار ضمن مشروع الشيان. مع شكر لكم، مع حلقات قادمة لمناقشة الواقع الإعلامي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان.